السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم هانيه؟ كنتمنى ربي تكونوا على خير واحوالكم هانيه ان شاء الله. وكنتمنى نلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله على احسن ما يرام. بالنسبه لهذا الفيديو البنات، حبيت نشارك معكم الطريقه ديال تصدير اللوبيا الخضراء والطريقه ديال التنقيه ديالها، وفي نفس الوقت غادي نشارك معكم الطريقه ديال الاحتفاظ، كيفاش غادي نحتفظوا بها ان شاء الله، وتحتفظ باللون ديال اللون ديالها الاخضر، وتبقى طريه وزوينه. فوقت ما بغيناها احتاجينا ليها نجبدوها كنلقاوها زوينه، وكنستعملوها هكا في السلطه ديالنا مع الخضر. الا وجدنا الخضر كنجبدوها كنلقاوها موجوده. داكشي علاش من احسن اننا نصيب واحد الكميه اللي لا باس بها، المهم اللي واحد الكميه اللي مزيانه اللي كبيره، ونحتفظوا بها وقت ما بغيناها نجبدوها كنلقاوها واجده معنا البنات بهذه الطريقه هذه. من فضل اللحظه هذه غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هذه الكميه اللي كاينه عندي ديال اللوبيا الخضراء. حبيت انني نقطع على جوج، المهم على جوج نخليها، حبيت انني نخليها طويله شويه. المهم كتعجبني تبقى هكايا طويله شويه، ما يكونش الحجم ديالها رقيق، قطع صغيره بزاف المهم كتعجبني انايا بهذه الطريقه هذه. وفي نفس الوقت ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديال الطياب ديالها مع لاصوص طوماطه البنات. المهم الطريقه كيفاش كنصايبوها هكا ملي نبغي نضيفوها مع الشلاضه المهم كنتمنى تعجبكم ان شاء الله الطريقه. خليكم معايا البنات حتى نهايه الفيديو. كنشكركم كاملين، وما تنساوش الاشتراك في القناه، وما تنساوش اللايك والتعليق ديالكم الزوينه البنات. وصافي هادشي اللي كاين. فهاد اللحظه هذه غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال اللوبيا الخضراء اللي كاينه عندي، اللي متوفره عندي حاليا البنات. خليكم معايا من بعد ان شاء الله. المهم غادي نرجع معكم باش نشارك معكم الطريقه ديال الطياب ديالها. من بعد ما انتهينا البنات من التقطيع ديال اللوبيا ديالنا بهذا الشكل هذا، نتوما كيف ما كتشوفوا راه سالينا الكميه اللي كاينه عندنا. فهاد اللحظه هذه غادي نغسلها مزيان، غادي نغسلوا اللوبيا ديالنا، ومن بعد غادي نضيفوها في البرمه اللي وضعناها فوق البوطه، وبدات كتسخن دابا في هاد الساعه هذه. في هاد الاناء وضعنا الماء والملح البنات، ومن بعد غادي نضيفوا الكميه ديال اللوبيا ديالنا من بعد ما غسلناها، غنضيفوها كامله باش نسلقوها ان شاء الله. من بعد غنضيف لها واحد القطعه ديال الحامض، واحد الطريف صغير ديال قطعه ديال الحامض. الدور ديال الحامض كيعطيها واحد اللون، المهم كيخليها محتفظه باللون ديالها اخضر، في نفس الوقت كيعطيها واحد النكهه كتكون، المهم كيعطيها واحد النكهه زوينه. فهاد اللحظه البنات غادي نخلو اللوبيا ديالنا تبدا طيب. من بعد ما تبدا طيب ان شاء الله غادي نحسبوا ليها تقريبا واحد 10 دقائق وصافي. من بعد كنطفو عليها وكنصفها من الماء بهذه الطريقه هذه. من بعد ما نصفوها ان شاء الله هنا غادي نضيف ليها واحد شويه الزويته البنات، واحد شويه الزويته بلديه، ونحركوها معها مزيان حتى تدخل معها مزيان بهذه الطريقه هذه وبهذا الشكل هذا. الزويته بلديه البنات كيخليها محتفظه على اللمعان ديالها والشكل ديالها. من بعد ما نبغوا نستعملوها هكا نهار نبغي نجبدوها في مجمد كنلقاوها زوينه وطريه، بحال اللي كنا بحره سلقناها بحره طيبناها. اما بالنسبه للطيب راها طابت تبارك الله ما شاء الله وطريه. خليكم معايا ان شاء الله باش نشارك معكم طريقه الاحتفاظ ديالها. بالنسبه للاحتفاظ ديال اللوبيا الخضراء ديالنا البنات، فهاد اللحظه هذه عندي الشاشيات ديال البلاستيك غذائيين، غادي نحاول ندير فيهم واحد الكميه اللي مزيانه. المهم ما نحاولوش نعمروهم حتى نعمروهم بزاف، نديرو فيهم غير القياس وصافي، ونعقدوهم نزيروهم بهذه الطريقه هذه، نجمعوهم بهذا الشكل هذا. وهنا في اللحظه هذه غادي نستمر حتى نعلب الكميه اللي عندي ديال اللوبيا الخضراء ديالنا كامله. في اللحظه البنات راه سالينا الكميه اللي عندنا ديال اللوبيا كامله واحتفظنا بها في الشاشيات ديالنا وعلبناها. في اللحظه هذه غادي نحتفظوا بها ان شاء الله في المجمد ديالنا. خليت واحد شويه احتفظت به باش نشارك معكم الطريقه كيفاش كنستعملوها هكا في الشلاضه ولا في مع لاصوص اللي بغينا نحضروها. خليكم معايا البنات. اما في المرحله الثانيه ديالنا البنات وضعنا المقله ديالنا فوق النار وضفنا فيها لاصوص طوماط اللي طحناه مع شويه ديال الثومه.
فهاد اللحظه هذه ضفت واحد شويه الزويته بلديه، ومن بعد غادي نضيفوا العطريه، ضفنا مليحه وبزار وشويه الكمونه والقزبر مطحون، ومع القليل ديال التحميره البنات، وصافي. فهاد اللحظه هذه غادي نضيف غير واحد شويه ديال النسمه ديال الزعتر. بعد ما عمكناها في يدينا ضفناها المقلاه ديالنا لاصوص ديال الطوماط ديالنا البنات. هاد اللحظه هذه غادي نشحروه مزيان. من بعد غادي نضيفوا واحد معلقه صغيره ديال الهريسه. اللي حب العشاق الحرو العشاق الحار، انا من عشاق الحار البنات، غنضيف واحد شويه ديال الهريسه، ولكن ماشي هاد اللحظه حتى يطيب لاصوص ديالنا. من بعد اللي غنضيفوه ان شاء الله. فهاد اللحظه هذه من بعد ما تشحرت لينا مزيان المقلاه ديالنا البنات، غادي نضيفوا الحرور بهذا الشكل هذا. نضيفوا شويه الهريسه، من بعد غنحركوا كل شيء، ومن بعد مباشره كنضيفوا اللوبيا الخضراء ديالنا على لاصوص الطوماط ديالنا البنات. هانتوما كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. غنضيفوا واحد الكميه اللي المهم اللي لا باس بها، غنضيفها كامله. من بعد غنخلطوا كلشي، غنخلطها مزيان مع التشرموله مع لاصوص الطوماط ديالنا. من بعد غادي نخليها واحد شويه حتى تشرب مزيان. المهم فهاد اللحظه هذه راه باقي شاعله ليها البوطه، غادي نغطيها، غنغلق عليها واحد شويه باش تشرب لينا اللوبيا ديالنا البنه ديال التشرموله مع لاصوص الطوماط. خليكم معايا باش نشارك معكم ان شاء الله طريقه تقديم اللوبيا ديالنا. من بعد ما طابت لينا البنات اللوبيا ديالنا، قدمناها بهذا الشكل هذا وبهذه الطريقه هذه. حضرناها مع شويه ديال الخضره ومع الرز، زوقنا بشويه هكايا شويه الكروفيت وفرماج الزيتون اسود. اما بالنسبه للطواجن المغربيه البنات، طاجين مغربي راه حضرناه بالحوت ديال الطاجين، وزوقنا بالفلفله الحلوه مع الزيتون اخضر وصافي والحامض. سمحوا لي ما شاركتش معكم الطريقه ديال الطاجين البنات لحقاش غادي يجيني الفيديو طويل، وحبيت هكا نختصر شويه. غير حبيت نشارك معكم الطريقه ديال اللوبيا الخضراء اللي كتجي زوينه بهذه الطريقه هذه. جربوها نتوما، راه كتحضروها مع اي حاجه بغيتوها، مع شلاضه ولا مع الطاجين ديالكم. بالنسبه للشلاضه ديالنا راه زوقناها بالبيض وهكا بشويه ديال وشويه الكروفيت وصافي. نتوما كيبقى لكم الاختيار، كتذوقوا اللي بغيتو. غير حبيت نشارك المهم شاركت معكم الغديوه ديالنا وصافي. اما فهاد اللحظه الغزالات الحبوبات ديالي، كنتمنى يعجبكم الفيديو وكنتمنى تعجبكم الطريقه اللي شاركت معكم من الاول ديال الفيديو. التحضير ديال اللوبيا الخضراء راه كتجي روعه وكتجي زوينه بزاف البنات. جربوها بالطريقه هذه راه غادي تعجبكم ان شاء الله. خوتي خواتاتي ما تنساوش الاشتراك في القناه وشي تعليق من عندكم زوين واللايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.